وانا معدي كده في الشارع لقيت عم محمد واقف بتروسيكل في الشارع بيبيع حاجات حلوه جدا، اللي هي الحاجات البلدي، الفشه والكرشه والممبار والسجق. هنسال الحاج محمد النهارده هو بيعمل الحاجه دي ازاي ونعرف مكانه، عشان عايز كل الناس من حلوان يجوا ياكلوا عند الحاج محمد هنا. محمد علي الجن من عين حلوان، من شيت عين حلوان. انا كنت شغال، كنت فاتح محل جزاره اصلا من 20 سنه، بقى لي 20 سنه فاتح محل جزاره. فالدنيا باظت معايا، عملت المشروع ده. لا ده بقى بتاع 5 6 شهور. دي جايبها من مشروع اسم. هو شغال طول اليوم، طول الاسبوع ما عدا يوم الاثنين بيبقى المذبح قافل. انا بجيب الحاجه والله زي ما انت شايف كده لسه جاي، بوديها البيت هم بيتصرفوا فيها، هم اللي بيسووها، هم بيعملوا كل حاجه. فش، طحال، لسان، لحمه راس، ممبار، كبده، كلاوي، جبهه. بجيب الحاجات دي كلها طازه يوم بيوم، بجيبها كل يوم بجيب، يعني كل يوم بروح اجيب يوم بيوم. يعني انا كده بجيب بتاع بكره اللي اعمله، اللي اشتغل ببكره، عشان طبعا باخد تنظيف وسوا وكده. انا عندي الرغيف بيبدا من 7 جنيه مثلا. لو حد جاي عايز اقل عادي مفيش اي مشاكل، لا عادي. ممكن حد زبون يخش عليها معاه 5 جنيه مش هقول له لا. لازم ياكل، حتى لو معهوش فلوس والله ان شاء الله ياكل. الرزق عمره ما كان في يوم بكتر المال، في حد رزقه في صحة وحد رزقه عال، وفي حد رزقه في سترة ورزقه راحة بال. يعني الكمال لله مبدل الأحوال، كل ما يرضى العبد بيزيد من هداه. علي ومصطفى بيطلعوا معايا من الساعة 2 ونص الظهر. مصطفى لسه هيخش السنة الجاية، وعلي عنده 13 سنة في ثانوية إعدادي. حضرتك أنا وأنت نازل من ميدان المحطة على المتحف، أنا عند الورش في شارع منصور عند الورش، أو أنت طالع من العين رايح المحطة برضه هتلاقي. يعني أنا بين المحطة بتاعت حلوان وبين محطة العين في شارع منصور. اسمي علي محمد علي، سنة أولى إعدادي. بنيجي الساعة 2، بنيجي بفرش وبعلق الحاجة وبقطع الحاجة وبسويها وكده. طبعا انا اكلت عند عم محمد، الاكل بصراحه النظافه باينه فيه وباينه في ريحته. الاكل ده لو ما تنضفش كويس بيبان عليه، فالراجل ده بيعمل اكل بيتي مش طبيعي. لازم كل الناس تيجي تجرب عم محمد، ولازم ندعمه كلنا. واعملوا شير للفيديو. سلام.